السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم حبايب قلبي معايا في وصفة جديدة من وصفات مني. النهاردة هنعمل محشي ورق العنب، وهنعمل بانيه، وهنعمل جنبه بطاطس. والاكلة دي بيحبها جدا المصريين. هقولك على الاكلة دي بكل تفاصيلها، من اول محشي ورق العنب فرسته ازاي وازاي لفيته، وهقولك كمان كذا طريقة يتلف بيه وهيطلع معاكي كده متماسك. وكمان بنتي ساعدتني فيه بجد، ما فيش واحده وعلمتها كمان ان هي تلفه ازاي، وانتي كمان هعلمك لو انتي لسه مبتدئه. وهقولك كمان على البانيه يطلع معاكي لونه حلو ازاي ويطلع متماسك. جبت الرز بتاعي وغسلته على حسب الكميه اللي انتي عايزاها. انا هنا كنت عامله كميه كبيره علشان كنت هعمل كذا مره، وحطيته في التلاجة مش بيجرى له حاجه خالص ولا بيعجن. وهقولك برضو على السر اللي يخليه ما يعجنش معاكي. ودي خضره محشي قطعتها كده ناعم بعد ما غسلتها كويس جدا وصفيتها كذا مره من الميه عشان تنزل التراب اللي فيها. هقطعها ناعم كده. هي عباره عن بقدونس، كزبره، وشبت. دي خضره محشي. بس كده بعد ما فرمتها ناعم هنزل بيها على الرز بالشكل ده. هاجي بقى في الكبه من غير بقى ما اسبك ولا حاجه ولا يطلع تقيل معايا. هنزل كده بقرنين 3 فلفل حامي او فلفل كوبي عادي زي ما تحبي، وبعدين بصلتين 3 كده برضو هقطعهم بس كويس علشان خاطر تمشي في الكبة كويس بالشكل ده. وهجيب طماطم كمان هقطعها برضو كده، كل دول كده مع بعض. ولو عايزه تحطي كمان فصين توم حطي، بس يعني عايزه تحطي حطي، مش عايزه مش مشكله، على حسب الرغبه. انا هنا ما حطيتش. وهقولك البديل بتاع التوم ايه. بس كده وضربتهم في الكبه. هفضل اضربهم لحد ما ينعموا معايا كويس جدا بالشكل ده، وهنزل بيهم على الرز لحد ما اخلص الكميه اللي عندي كلها. خلصت الكميه هنزل بقى بالبهارات: ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه، توم باودر ده بدل التوم اللي انا ما حطيتوش، زعتر، اي توابل بقى، شطه ناعمه. وحطيت زيت كمان. هنا بقى الرز عمره ما يعجن منك ابدا. احط زيت جوه الخلطه، وبعدين احط معلقتين صلصه كده عمره ما يعجن معاكي ابدا. ما تحطيش سمنه جوه. جبت بقى ورق العنب اللي انا كنت مفرزاه عندي، ده كان قاعد يا جماعه بقاله كتير جدا وهيطلع اهو زي ما هو بالظبط. جبت حله على النار وحطيت فيها نص معلقه ملح صغيره وخليتها تغلي، وبعدين رحت خدت لفه ورق العنب ونزلتها كده. انا ده فرزته ازاي؟ انا جبت ورق العنب اخضر زي ما هو ولفيته بورق الاسترتش وما خليتش فيه نقطه ميه. المهم ان هو ما يبقاش فيه نقطه ميه، وحطيته في الفريزر. وزي ما حطيته زي ما طلعته بالشكل ده. بصوا الورقه حلوه جدا ولونها جميل، اكنك لسه جايبها دلوقتي حالا، اكنه مش متفرز. لونها اخضر وزاهي بجد، لونها حلو جدا، متماسكه معايا مش مهريه. هنبدا بقى نلفه. لو انتي لسه مبتدئه انا بعلمك اهو تلفيه ازاي. جبت الخلطه بتاعتي وهاخد ورقه العنب على الناحيه الخشنه، وخلي الناحيه الناعمه هي اللي على ايدي بالشكل ده. نعمل واحده كمان. هحط كده على الناحيه الخشنه، اقفل من الجنب ومن الجنب التاني وبعدين من تحت، واضغط كده بصبعي والف كده. ودي احسن طريقه ممكن تلفي بيها ورق العنب، مفيش اسهل منها، مش صعبه خالص اللي اي حد بيستصعبها. بصوا بقى دي واحده مثلا مقطوعه، هعملها ازاي برضو بنفس الطريقه. احط كده الاتنين على بعض واقفل من ناحيتين وبعدين الف لحد ما اوصل للنهايه كده بالشكل ده. ده اللي انا لفيته على ايدي. هوريكي برضو طريقه تانية برضو بتنجز معاكي وحلوه جدا، وانا برضو برجحها. يعني الطريقتين بصراحه حلوين معايا. بفضل افرد كده ورق العنب بالشكل ده، واحط كده، اخلي طبعا الناحيه برضو الخشنه من فوق، واحط عليها الرز كده بس ما كترش الرز. وهبدا برضو اقفل من ناحيتين وبعد كده الف وامسك الحته الاخرانيه دي وافضل الف كده لحد ما اوصل لاخر حته. هبينها لكم تاني عشان مكانتش باينه. اهو قفلت من ناحيتين وفضلت ابرم كده لحد ما وصلت لاخر حته. بس كده هكمل بقى الباقي بنفس الطريقه.
بالشكل ده. لحد ما اخلص برضو بنفس الطريقة دي. بصوا مقفول ازاي. دي طريقة الناس بتفتحه من ناحيتين، وانا مش برجح الطريقة دي خالص، المقفول احسن بكتير وتلف معايا في اسرع وقت. اعملي يلا. بصي هنا بقى بنتي حبيت ان هي تدخل الحته الخشنه تعمل معايا المحشي. يلا هاتي دي اهي حطي بقى فيها حبه رز، وعلمتها ازاي برضو تلفه. اعملي كده. ايوه كده حطي لا حبه كمان، حبه كمان كده مثلا. يلا قلبي من هنا، ايوه من هنا كمان، لفيها بقى من كده. لا خلي اللفه. بصي انا ايدي محطوطه فين. ماشي ما علينا، يجي منها الله. بصي انا هحطها كده على حرف ايدي وهلف كده. بصي كوم، احلى كوم اهو. يعني اعملها لا شويه. بصي هنعمل ايه اللي انت عملتيها هي صح. هحطها كده على ايدي، خلي الحته دي اهي. ايه انا لسه عاملاها. استني بس انا الصوب اهو. انا حطيت كده. طب استني. لا مش كده، كده. خلي دي من تحت وحطي الرز ده هنا في النص. تعالي قربي على الكاميرا اهو. هعملي بقى كده. يلا اهو كده. لا هطبق دي كده عليها. تعالي على الكاميرا. بعدين هطبق دي كده. بعدين اهي. بصي امسكي ايدك يا ستي اهي. احلى محشية وايد فوفي. انا خطبني يلا جوزوني بقى. بس كده يلا وريني خلصت. تعملي ازاي. تعالي قدامي كام. لا ما انا قلت لك اهو بقى اعملي. ما بتفهميش. انت ما بتفهميش. استني بس. لا اهو يا بنتي اهو. بصي الحته دي بس اقفليها، اقفلها من الجنبين وبعدين ايه اسيبها على صبعي. برافو برافو برافو. ماشي شطوره والله جميله. شوف عملت ايه. كده كده كده. ايدي معدمة شكلها وحش. لا شكلها حلو. تتغنى يعني. انا صوابعي متعورة. تعالي عند الكتاب اهي. تعالي في الكاميرا. لا ايه ده لا مش كده. تعالي اهي اعمليها تاني. حطي على ايدك. اقفلي صوابعك. خدي حبة رز اهما، حبة صغيرة. اقفلي بقى. اقفلي من الناحية دي الاول كده بالتساوي كده، وبعدين من الناحية دي، وبعدين الفها بقى كده. اقفلي ايدك. لا مش بايدك، تلفي بايدك التانية دي. ايوه دي ايوه اهي. اضغطي كده. برافو. حلو. قوري بقى. قوري. واخيرا خلصنا احنا الاتنين. وبعدين جبت حله بقى على المقاس اللي انا هعمل فيه ورق العنب، وبدات انزل كده ببصل حلقات وكمان ليمون. ورق العنب بيحب الليمون جدا. وبدات كده ارص كده زي ما انتوا شايفين، وهي برضو كانت بتساعدني بالشكل ده. هرصه عادي بطريقه عشوائيه عادي زي ما احنا بنرصه على طول. بس كده خلصت. ونزلت برضو من فوق من على الوش ببصل وطماطم وفلفل وليمون بالشكل ده. كده انا خلصت. هجيب بقى الشوربه بتاعتي. هنزل لحد فين؟ هنزل لحد اخر واحده
تبقى لحد نصها، ما تغطيهاش ابدا، يعني ما تخليش الشوربه تغطيها ابدا، وكمان الشوربه تكون سخنه جدا او مرقه عادي، الاتنين بيطلع حلوين جدا. كده كده المحشي اساسا بجد فيه نكهات حلوه جدا، فيطلع حلو من غير حاجه، حتى لو عملتيه بحبه ميه وملح. هحطه على النار. لا، فين البيضة؟ كذا وكذا. يلا انتي شاور. يلا يا لهوي. شيل اللي انت عملتيه ده بقى. بايدي؟ امال بايه؟ استني بس، استني. انا ضيعت بقى. بس كده خليتها بقى هي تعمل البانيه بجد. بس انا بعد ما اتشليت، بس عادي مش مشكله، المهم ان انا اعلمها تعمله ازاي. جبت بقى بيضه وضربتها وحطيتها في طبق، ونزلت عليها بملح وفلفل اسمر. عايزه تحطي بهارات كمان حطي، مفيش مشكله. وهنزل كده عليهم على خلطه البانيه، ودي احسن طريقه انت ممكن تعملي بيها البانيه وما يفكش منك ابدا، ولا الطبقه اللي فوق تتشال. وهفضل اكبس كده. بصوا هي كبست ازاي، لحد ما اخليش يعني في حته كده باينه بالشكل ده، وهسيبه على جنب وانفضه كده علشان الزيت ما يتحرقش لما اجي اعمله. دي حته انا لقيتها كبيره شويه، فروحت فكيتها قسمتها عشان يبقى كله زي بعض. بس كده هقليه، هخلي الزيت يبقى سخن جدا في الاول، وبعد كده هوطي الزيت عليه، وهيطلع معايا لونه حلو جدا. بصوا هنا خلصت. هي كانت بدأت بقى تلعب. خلاص هنا خلصت البانيه. ودي كانت الوصفة بتاعتي النهاردة، بقت جاهزة معايا. بصوا المحشي مفيش واحدة فكت معايا. المهم ان هي كانت عايزة تعرف بقى هنا فين اللي هي لفته من اللي انا لفيته، فانا ما كنتش عارفة بصراحة اقول لها ايه. بصوا البانيه طالع لونه حلو كده معايا ازاي، وعلى فكرة مقرمش جدا ومتماسك. بصوا المحشي جميل ازاي وعاطي لون حلو. انا حطيت الزيت جوه الخلطة، ما حطيتش فوق خالص، طلع كده بالجمال دوت. بصوا يا جماعة بجد حلو جدا، جربوه مش هتندموا ومش هيفك ابدا معاكم، حتى لو ايه يعني عملتوه بكذا طريقه من اللي انا وريته لكم. بس كده دي كانت وصفتي النهارده، يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.